هذه وحده من اجمل الاطلالات اللي تقدروا تلقاو في مدينه طنجه، والاسم ديالهم كاستيو. من الاستقبال كنقولوا ان شاء الله التجربه غدوز زوينه. خدينا فطور بلدي في ميزون ب 45 درهم، والفطور النورفيجيان ب 75 درهم. اول حاجه اللي ما عجبتنيش عندهم وكنشوفها بزاف في طنجه، جميع الفطورات ما فيهاش لا مشروب ساخن ولا عصائر، كيف ما كتشوفوا في المنيو الا باغي تاخذهم بجوج كتوليو زايدين 45 درهم. مع العلم ان اثمنه الفطورات اللي دايرين بحالها كاينه في طنجه واللي كيحطوا معاها مشروبات ساخنه، وحتى بقيه المدن المغربيه اللي الفطورات ديالهم تيكون عندك اختيار ديال مشروب ساخن وعصائر. اما من ناحيه المرافق الصحيه والنقاء ما عندي ما نقول، كل حاجه مقاده في بلاصتها. هذه الاطلاله اللي غتكون عندكم من الريد شوسي، المطعم مساحه ديالو شاسعه، الا طلعتوا للفوق غتلقاو جلسه مختلفه وفيها اطلاله من الفوق اللي دار التصميم ديال القهوه، راه الله يعطيه الصحه. بين ما يجي الفطور كيحطوا لنا هاد البصاره بزويتنات ولا بد من شويه زيت العود. راكم عارفين طنجه كيصرعوا البيصر. نورفيجيان عباره على جوج ديال لي توست اللي فيهم الكواكامول مع الصومو مع اومليت، واختاريت مع عصير ديال الجزر. الخبز ديال التوست كنت تنفضلو يكون من النوع اللي تيكون محمر، اما الاختيار ديالهم كان بان بريوشي، هذاك الخبيز رطيطه بالمبطبط. الفطور مع الاسف ما عجبنيش. في الجهه المقابله الاختيار ديال الزوجه ديالي كان في المستوى، واخا كله مخبوزات ولكن كاينه الجوده.